السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم عن ممثل فنان مصري اسمه حسن توتالة. للأسف الفنان حسن توتالة لا توجد أي بيانات عنه، تاريخ ميلاده أو هل هو على قيد الحياة أم توفى. هو ممثل مصري بدأ مشواره الفني في نهاية الستينات، وفرض عليه ضخامة جسمه أدوار معينة أغلبها أدوار الشر أو عضو عصابة، وأدى أدواره الثانوية في السينما والمسرح والتلفزيون. الفنان حسن توتالة من أعماله السينمائية السلم الخلفي عام 1973 كان بيعمل دور قائد عصابة شراء السيارات المسروقة، وأيضا شارك في فيلم رجب فوق صفيح ساخن عام 1978، وشارك في فيلم دماء على الثوب الوردي عام 1981، وفيلم مخيمر دايما جاهز عام 1982، وفيلم كراكون في الشارع عام 1986، وفيلم سكة سفر عام 1987، وشارك أيضا في فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول عام 1988، وكان بيعمل شخصية واحد من أفراد العصابة. أما بعض المسلسلات اللي شارك فيها، فشارك في مسلسل أصل ب5 صور سنة 97، ومسلسل ليالي الحلمية، ومسلسل وفاء بلا نهاية. ومن المسرحيات اللي شارك فيها أيضا مسرحية حب في التخشيبة سنة 1994، ومسرحية عبده يتحدى رامبو سنة 1990، ومسرحية عش المجانين عام 1979. وللأسف لم يستدل على أي معلومات إضافية عن الفنان حسن توتالة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.